تعالوا بينا النهاردة هنعمل أحلى صبليه. هنبدأ بنواعم العيد، كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نشوف الصبليه عملناه ازاي. أول حاجة هنا معايا الزبدة بتاعتي. أنا هنا استخدمت زبدة نيوزيلندي على زبدة جاموسي. زبدة الجاموسي أنا اللي بجيبها وبسيحها بنفسي. أما بقى بالنسبة للزبدة النيوزيلندي طبعا دي حاجة ترجع لك، حابة طبعا حسب الإمكانيات ممكن نستخدم زبدة عادية فما فيش أي مشكلة. أما هنا بقى بالنسبة لمقدار الزبدة بتاعي، أنا استخدمت كوبايتين من الزبدة وعليهم كوباية ومعلقتين من السكر. السكر طبعا يا جماعة بيكون احنا طحنينه في البيت، ما بنشتروش جاهز. كوباية ومعلقتين. تمام، يبقى كوبايتين من الزبدة عليهم كوباية ومعلقتين من السكر. وفي كمان معايا صفارتين من البيض. انا ما حبيتش طبعا ان انا احط البيض كامل عشان انا مش حابة طعمه يقلب على بسكوت. تمام. اما بقى بالنسبه للدقيق بتاعي، انا استخدمت هنا دقيق سنبله الفرات لجميع الاستعمالات، وكمان استخدمت الدقيق الافضل اللي هو دقيق الكعك والبسكوت من سنبله الفرات. استخدمت هنا 5 كوبايات من الدقيق، كوبايه المج العاديه اللي احنا بنستخدمها في البيت. ضربتهم بالعجان حلو قوي زي ما انتم شايفين كده لغايه ما بقوا كريمي، ونزلت عليهم بصفارتين البيض وباكل الفانيليا. وبعد كده هبتدي انزل بالدقيق بتاعي مره او واحده. انا نزلت هنا هنزل بالخمس كوبايات دي مره واحده. طبعا بالنسبه للدقيق طبعا اللي انت هتستخدميه، حابه تنزلي ب4 كوبايات ونص. حسيتي ان العجينه بتاعتك تمام لمت معاكي وبقت تمام، ما فيش مشكله. بس هنا انا نزلت بالخمس كوبايات دي مره واحده زي ما انتم شايفين كده. العجينة يا جماعة بنلم بس ما بنعجنش. بالنسبة لنواعم العيد بنلم بس يا جماعة ما نعجنش عشان ما نقويش العرق او الجلوتين اللي في الدقيق نفسه. تمام. طبعا اول حاجة عشان اضمن لازم يا جماعة نمشي على قواعد علشان النواعم بتاعتنا تبقى ناجحة. بالنسبة طبعا للدقيق ما اقعدش ازود دقيق، احس ان العجينة طرية معايا اقعد ازود دقيق، طبعا ده خطأ طبعا كبير احنا بنرتكبه. بالنسبة طبعا كمان للفرن بتاعتنا بنشغلها في وسط ما احنا شغالين، نبتدي نشغل الفرن بتاعتنا عشان لازم نوام تخش على فرن سخنة. طبعا وحسب الحاجة اللي تدخليها، البسكوت غير الغريبة غير الكعك زي ما انتوا شايفين كده. اما بقى بالنسبة هنا للقطاعات بتاعتي، القطاعات دي متواجدة عند اي مستلزمات حلويات، القطاعات الموجودة حسب ما انتي تشوفيها. ابتديت هنا طبعا افرد العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين، عجينه الصابليه، ورقه زبده من فوق ورقه من تحت. مفيش ورق زبده ممكن يتواجد الكيس البلاستيك بتاع التلاجة، كيسه من فوق كيسه من تحت. اهم حاجه العجينه بتاعتي ما افردهاش تخينه او ما خليهاش تخينه زي ما انتم شايفين كده، ولا رقيقه قوي، يعني ولا تخينه قوي ولا رقيقه في نفس الوقت، عشان لو رقيقه قوي هتتحرق منك في الفرن طبعا مش هتبقى شكلها حلو. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت هنا بالقطاعات اقطعها، وباي حاجه بقى عندك حابه تطلعيها بايديكي طلعيها. انا هنا طلعتها زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت ارصها في الصاج. وزي ما احنا متفقين مسخنين الفرن بتاعتنا، انا سخنت هنا الفرن على درجه حراره 170، اخد حوالي بتاع ربع ساعه لغايه 17 دقيقه زي ما انتوا شايفين كده. تمام يا جماعه، لغايه دلوقتي مفيش اي صعوبه. لو لاول مره تشوفوني، دي صفحتي مملكه الحلويات، تابعوني نشترك في القناه علشان غيرنا يستفاد. طبعا هنا القطاعات اشكال طبعا زي ما انتم شايفين، حسب الاشكال طبعا بصراحه في الاخر اشكال تبقى مهوله جدا، لان الصبليه طبعا احنا عارفين ان هو بيطلع متواجد في المحلات غالي جدا، عشان طبعا بياخد وقت وبياخد شغل بياخد مجهود بجد. فطبعا لازم في الاخر نطلع حاجه زي ما انتم شايفين يعني بريفكت كده. طبعا الاشكال هنا انا عملت المدور وعملت الدمعة زي ما انتم شايفين، وعملت القلب. وفي القلب تاني في منظر تاني، وعملنا المربع. اشكال بصراحة يعني زي ما انتم شايفين بجد كتير. اما بقى بالنسبه لتلزيق الصابليه بتاعنا، حسب بقى ما انت تحبي، حابه تلزقيه بمربى لزقيه شوكولاته، صوص كندر، صوص نيوتيلا، مفيش اي مشكله، كله حسب المتاح معاكي. او لو انت بتطلعي اوردرات شوفي المتاح عندك او المطلوب منك اعمليه. العجينه يا جماعه بتتكلم عن نفسها، عجينه الصابليه والاشكال طبعا مفيش كلام. نمشي على الطريقه والمقادير عشان اطلع شغل حلو. اما بقى بالنسبه لصابليه البابلز احنا عملناه من نفس العجينه، بدل ما نعمله فيديو تاني عملناه بنفس العجينه، بس اهم حاجه الكور تبقى صغيره علشان طبعا هي بتفرد سنه بسيطه في الفرن فما تبقاش كبيره قوي معاكي. تمام.
احنا ماشيين خطوة خطوة يا جماعة، وبنقول كل حاجة علشان الحاجة بتاعتي تنجح، ما بقاش مكلفة مقادير والحاجة تبوظ مني. الحاجة غالية طبعا، نمشي بالظبط يا جماعة على الطريقة والمقادير عشان تطلع الحاجة معايا مظبوطة. هنا بقى الصابليه بتاعي بعد ما طلعته من الفرن وسبته يبرد، ابتديت اجمع كل شكل قصاد التاني عشان لما الزقهم تبقى الحكايه طبعا سهله شويه. معوش طبعا اجيب من الصنجان الاشكال اللي شبه بعضها. زي ما انتوا شايفين كده جمعتهم على بعض وحطيتهم في صاج واحد. تمام تمام. حبه طبعا احنا بالنسبه للشوكولاته طبعا البيضه، اللي حابب طبعا يزوق شوكولاته بيضه زوق طبعا، عشان انا عارفه ناس كتير ما بتحبش انها تسيح الشوكولاته البيضه، علشان مجرد ما بتتعرض درجه السخونه العاليه على طول بتلاقيها زي قفشت او خرزت. فبنحطها في الميكروويف 10 دقايق او 5 دقايق وبتبصي تلاقيها ساحت. تمام تمام. بالنسبة طبعا للشوكولاتة، انا هنا طبعا حسب الشوكولاتة النوعية اللي انت بتستخدميها، انا استخدمت هنا سما سادة، وفي نفس الوقت حطيت معاها سما طبيعي علشان طبعا الشوكولاتة في الشتاء يا جماعة على طول بتبصي مفيش 10 دقايق وتلاقيها ابتدت خلاص تتجمد. فطبعا في فرق طبعا بين السما الطبيعي والسما السادة، طبعا هيبان الاختلاف طبعا معايا في الفيديو. وبالنسبة للون طبعا بتاع الشوكولاتة زي ما انتوا شايفين هنا بعد ما زوقناهم طبعا اللون واضح يا جماعة الطبيعي من السادة، فطبعا في اختلاف طبعا في اللون بجد، لكن كان الطعم في الاخر بجد حكاية. اهم حاجة يا جماعة نمشي على الطريقة والمقادير بالظبط زي ما انتوا شايفين، وتابعوني على صفحتي منى الحلويات، وشكرا.